اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ هنا بقى هنعمل مع بعض جمبري بالمكرونه والوايت صوص او الصوص الابيض، وهنعمل جمبري برضو كريسبي ومعاه رز مبهر جميل جدا جدا، ومش هياخد منك وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. يلا نصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض. ولو انت مش مشتركة في القناة اتمنى تشتركي في القناة وتشرفيني وتسيبي لي لايك وتسيبي لي كومنت حلو كده جميل زيك، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونيجي بقى الخطوات ايه بقى. هنجيب جمبري ونغسله وننضفه. هو كان جمبري بقشره وانا قشرته الصراحة عشان ايه، يعني احنا بنحبه يبقى متقشر. في ناس بتحب تسيب ديله وكده، لكن انا بحب اقشره. قشرته وشلت كيس الرملة عفوا. بعد كده بوريكي بقى انا هعمل مكرونه اسباجيتي. وهنا البهارات اللي انا هتبل بيها دي: توم بودره، بصل بودره، كمون، كركم، ملح، فلفل اسود، بابريكا، كزبره ناعمه. وكمان هوريكي الخلطه الكريسبي عشان تطلع كريسبي هنعمل ايه، وهوريكي الخطوات. هنا فلفل اخضر حامي وبارد. وهنا دي بقى الخلطه اللي انا هتبل بيها، دي خلطتي السريه طبعا، انتوا كلكم خلاص عرفتوها، ما بقتش سريه ولا حاجه. هنحط بقى معلقه كبيره كده على ده كيلو جمبري، وبعدين هنقلب كده اللهم بارك. كان طعمه حلو جدا، وكان الجمبريه نفسها كانت حلوه جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. هنا حطيت الخلطه بتاعت التوم والفلفل والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وبعدين نزلت بقى بايه من كل حاجه، خدت منها نص معلقه تقريبا، يعني نص معلقه توم بودره، نص معلقه بابريكا، نص معلقه كل البهارات اللي انا قلتها لكم في الاول. وبعد كده هنقلبه كويس جدا ونركنه على جنب. الكلام ده كله على فكرة في خلال ساعة كان كله جاهز، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. قلبته كويس جدا وسبته بقى عشان يشرب من التتبيلة بتاعته. مش عايزة تكتري التوم، عايزة ما تحطيش توم اصلا براحتك، بس احنا بنحبها بتوم لان احنا بنحب الحاجة متبلة شوية بس. وبعدين هنا بقى جبت كوبايه دقيق، دي كوبايه المعياريه 125 جرام. ممكن تزودي على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا هعمل نص كيلو جمبري كريسبي، ونص كيلو التاني هعمله على المكرونه. هنا قلبت كويس جدا الدقيق معاه برضو نفس البهارات اللي هي ايه اللي انا حطيتها على الجمبري، تمام. وهنا زودت كوبايه ميه. هنا كوبايه الميه ما كفتش، ده كوبايه الدقيق اللي هي 125 اخدت حوالي 200 ملي ميه، تمام. الكوبايه اللي انا بستخدمها دي 125 جرام او 125 ملي، سوري معلش، هي يعني. وبعد كده زودت تاني ميه علشان حسيت انها تقيله قوي، وانا مش عايزه الصوص يكون تقيل. هنا ما جاتش الخطوه دي، ما اتصورتش ان انا زودت شويه ميه كمان. بصوا انا عايزاه خفيف كده، تمام، زي الكريب مثلا، زي عجينه الكريب. ايه عجينه دي هنا بقى هعمل بقيه البهارات، هحطها على الكوبايه دقيق برضو صغيره كده، وهنقلبها ونسيبها. هنحط حاجه تاني عليها، بس ايه خليكي معايا لاخر الفيديو وانتي تعرفي، دي هتخليه مقرمش. هنا بقى كسرت المكرونه نصين. في ناس بتعملها تلات مقاسات، يعني مكسرها 3 مرات، لا انا بكسرها مرتين بس احنا بنحبها تبقى طويله كده وتقع وتبهدل بقنا واحنا بناكل. المهم يعني هنا عملت الصوص بتاع المكرونه ده كده حليب، ودول حوالي كوبايتين دقيق، وعليهم معلقتين ونص، معلقتين هرميين، ونص معلقه دقيق. وشوحتهم، ما شوحتهمش على النار بزيت ولا اي حاجه، انا حطيت عليهم معلقتين زيت وحطيت كل ده على البارد. هنا بقى حطيت البصل عشان اعمل الرز، قصدي سوري اعمل الجمبري اللي هو اللي هيتحط على المكرونه، تمام. ركزي معايا. هنا ده البصله قلبتها كويس جدا بس ما حمرتهاش، يعني هي يا دوب تقليبه كده عشان تدبل. وكمان حطيت الفلفل وقلبته عشان يدبل، لان انا مش عايزاه يستوي قوي، ومش عايزه كمان الجمبري نفسه يستوي قوي. انا عايزه الجمبري يبقى طري وجوسي وحلو، وانت بتاكلي ما يقرش معاكي. كل ما بتتكي عليه في السوا كل ما بيبقى ناشف ومجلد وما بقاش حلو. انا حقيقي بحبه كده، لكن جوزي الحقيقه بيحبه ناشف وبيحبه مستوي جدا. انا ما بحبوش كده ابدا، بحس انه بلاستيك. بس يا ستي، وبعد كده هتقلبي تقلبي كويس جدا لحد لما تحسي ان هو خلاص داخل في السوا. هو مش هياخد حوالي 5 أو 7 دقايق بالظبط. عشان كده بقولك تقلبي الفلفل والبصل كويس جدا. ممكن تحطي جزر بس انا ما كانش عندي، لو انت مثلا بتحبي الصوص وعايزه قيمه غذائيه للولاد وكده. ولو عندك فلفل الوان ممكن تحطيه. هنا بقى هعمل الرز. هنا حطيت نص بصلايه، عشان احنا طبعا البصل بيعمل لنا حاجات انا عندي قولون والله بيتعبني جدا.
فما بحبش البصل المحمر كتير في الاكل، بيتعبني. بس حطي بصل، يعني البصل مفيد جدا، اغزخانه يعني زي ما بيقولوا. ايه اغزخانه دي؟ بس هو بيقولوا عليه صيدليه يعني. المهم انا قلبت هنا البصله، نص بصله حمرتها برضو، ما حمرتهاش قوي لان انا كده كده هحط كركم. وبعدين حطيت نص معلقه كمون، ايوه شفتي، ربع معلقه كركم. عايزه تحطي كاري حطي، اوكي، يعني الكاري هيعلي التيست قوي كمان. وحطيت الملح وقلبتهم كويس جدا، وحطيت هنا دول حوالي كوبايه رز، وانا حطيت عليها كوبايه وربع ميه بس، وغطيت عليها وسبتها بقى تستوي. تمام. هنيجي هنا بقى المكرونه بعد ما اتسلقت. هنا سلقتها وحطيت عليها شويه زيت وشويه ملح. هنا بقى المكون الخطير اللي هيقرمش الايه الجمبري ويخليه كريسبي. كوبايه صغيره او حوالي 3 معالق صغيرين من النشا، 3 معالق صغيرين مش هرميين. وهنا معلقتين كريسبي ومعلقتين فيجيتارا لو عندك. لو ما عندكيش الخطوه دي ما تحطيش اي حاجه، حطي النشا بس. وحطيت كمان نص معلقه بيكنج باودر. لو ما عندكيش الكريسبي ما تحطيش. تمام. هو كان عندي شويه كريسبي كده فانا عشان كده حطيته. بصي يا ستي، هتنزلي بقى في التنبوره، او مش عارفه هم بيقولوا عليها تنبوره ولا بيقولوا عليها ايه. الاول هتنزلي في الدقيق، بس طبعا الخطوه دي انا كنت بعملها وانا مستعجله جدا، والدقيق كان طبعا مش عايزاكم تاخدوا بالكم من النقطه دي. ما تخليش الصوص اللي هو التنبوره ده، او اللي هي الخلطه اللي انا عملتها في الاول اللي هي دقيق وميه، ما تخليهاش سميكه. انا كانت سميكه مني شويه فما خلت شكل الجمبريه منبعج كده. عشان كده بقول لك ما تخليهاش سميكه، حاولي على قد ما تقدري تخليها يعني خفيفه شويه. تمام. علشان خاطر يعني ايه ما تبقى، بس هي يعني كانت حلوه الصراحه. هنا بقى كنت مستعجله بقى، وابني كان عمال يعيط، حبيبي ربنا يهديه هيما يا رب. وبعد كده نزلت في الزيت. بصي هنا الجمبريه تحسيها منبعجه ومش باين لها ملامح، بس بصي هنا بتقرمش ازاي وجميله. بصي الرز مفلفل جميل ازاي، شايفه القرمشه بتاعتها تحفه 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 بجد. بالجمبريه من جوه جوسي وطريه قمر الصراحه. هنا بقى غرفت. ولو كنتي وصلتي معايا لحد هنا اتمنى ان انت تشتركي في القناه وتسيبي لي كومنت جميل، ويعني هستنى تعليقاتكم الجميله. وما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هنا بقى بحط الصوص على المكرونه، علشان هنا بقى بغرف عشان هنتعشى. واتمنى ان الفيديو يعجبكم وتطبقوه. ويا ريت لو حد يحب يوريني اي حاجه في التطبيقات اللي هو اللي هيطبقها يعني، الاكونت بتاعي على الفيسبوك اسمه موني بيبو. اتمنى تشرفوني وشرفتوني، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.